حادق وحلو. بس معلومه برضو انا عرفتها لما جيت هنا، الكريب لما بيبقى حادق بيبقى اسمه جالات. كريب ده يعني حلو، بس حلو بس اسمه كريب. لما بيبقى حادق اسمه جالات. فناخد جالات باسكاز. ناخد جالات باسكاز اللي هو من مقاطعه الباسك في اسبانيا حسب ما انا فهمت، ونعرف برضو اكتر منه. والكريب الحلو هناخد بقى حاجه كده بالايس كريم والكريم شانتيه ومش عارف كده، ونعيش حياتنا. اوكي يلا نعيش مع بعض التجربه، وهشرح لكم الطعم على قد ما اقدر. وابتدينا دلوقتي باول طبق. ده بصل مش كده؟ ايه اللي على الوش ده بقى؟ تشيز جبريل سويسري. جبنه سويسري. اشكرك من كل قلبي. شوربه البصل طبعا باين جواها اهو البصل وباين الجبنه. انا هدوها الاول من غير ليمون، زي ما انتوا لو انتم متابعين الاكيله تعرفوا ان انا ما احبش احط ليمون كتير على الاكل، لانه بيبقى هو الطعم المتصدر في بقي الليمون. فانا بحاول ادوق الحاجه الاول من غير حاجه. لا طب ناخد شويه ميه الاول. طعم جميل. ممكن بقى بعد ما دقتها نحط كده رشه ليمون، مع اني انا مش من عشاق الليمون الا في الليموناتا، وهنا عندهم ليمون بالنعناع في الخلاط من ورا العقل. بس خلينا بصل طبعا مفيد للقلب مفيد للدوره الدمويه. لما نقعد مع حابي صاحب المكان هنساله الحاجات دي معموله ازاي. شوربه البصل دي كان ايماجن ان هي مش معقده بالمره يعني. زي ما توقعت لما عصرت الليمونه بقى طعم الليمون هو اللي غالب للاسف. ونصيحه من الاكيل دايما لما تدوق حاجه دوقها من غير ليمون، لان انا دلوقتي يعني ندمت رغم ان انا حطيت رشه ليمون خفيف الى ان الطعم بقى ليمون، يعني زعلت. اوكي ندخل على اللي بعديه.